بسم الله الرحمن الرحيم. الكهانة حرام، وهي الإخبار بالمغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجن. يدعي أكو جني هو الارتباط وياه، بينهم علاقات، ويقعد وياه وذاك يحكي له فلان قضية تصير، فلان قضية صارت، هو هم يخبر الناس، وقد يتكسب من ورائها. غالبا تتخذ هذه طريقا إلى التكسب. الناس هم كثير منهم يميلون إلى مثل هذه الترهات. وده واحد يقعد يحكي له، يقول له فلان قضية راح تصير، فلان شغلة راح تحصل، يستانسون عليها. اليوم هم موجودين ناس يطلعون بشكل علني ويقول هالسنة فلان قضية راح تحصل، فلان حكومة تطيح، فلان حكومة تقوم، وما شاكل ذلك. هذا يجوز؟ لا، ما يجوز، حرام، أجره حرام. القول الذي يقوله محرم، في دليل خاص في حرمة الكهانة والتكهن. وبشكل عام الإخبار عن المغيبات، عن الأمور التي ستأتي، إن كان على نحو الجزم ما يجوز، وإن كان على نحو الاحتمال، يقول يمكن فلان قضية تصير، يمكن، ما في إشكال. أما يقول هذا الشيء راح يحصل غدا، بعد شهر، بعد أسبوع، هذا يسمى رجما بالغيب، وهو محرم. هناك أشياء مقطوعة الحصول، أكيد تصير، الكل يعلم بها. باكر الصبح تطلع الشمس، تطلع الشمس، يقول له تحلف، يقول أحلف. ماكو داعي يحلف، بس كلهم يدرون، كل الناس تدري. مو بس باكر، عقب باكر هم تطلع الشمس، ورا عقبها هم تطلع، وبعد 6 أشهر، وبعد 10 سنين، وتغيب الشمس هم باكر، وعقب باكر، وهم بعد 10 سنين مثلا. هذه أمور معلومة، لكن هناك أمور قد تحصل وقد لا تحصل. فإذا واحد يقول له راح يصير لك فلان شيء، راح تصيبك المشكلة الفلانية، كيف عرفت؟ أنت تعلم الغيب؟ يقول أكو جني يخبرني. ماكو جني يخبرك، أنت جني. الجني أنت تخبره، أنت تخبره. ايش مدري الجني شي يصير؟ قالوا أكو واحد، هاي لطيفة، قالوا أكو واحد قاضي عمره مدة يحاول يصيد له جني، منا يسوي أشياء. المهم صاد له واحد. أول ما صاده قام يسرد عليه المطلوب، أريد بيت، أريد سيارة، أريد كذا، أريد كذا. قال له عمي أصبر، أنا رقاع مدس، أنا شنو منين أجيب لك سيارة وبيت وكذا؟ يلا ألحق على قوت يومي. هو فارض كل جني يقدر كل شيء يسوي مثلا.